بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفية رسميا، لابد أن أفاجئك بالأرقام الهائلة التي صرفتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والفارق الكبير بينها وبين بقية الدوريات الأوروبية. في هذا الموسم بلغت إجمالي المبالغ التي أنفقتها أندية الإنجليزي نحو 3,150 مليون جنيه استرليني، وهذا أكبر بقرابة مليار جنيه عن الموسم الماضي، حيث لم يتمكن أي دور آخر من عبور حاجز المليار حتى الآن. على سبيل المثال، أندية الدوري الإيطالي أنفقت نحو 996 مليون جنيه استرليني، بينما أنفقت أندية الدوري الألماني حوالي 563 مليونا، وأندية الدوري الإسباني صرفت ما يقارب 500 مليون. أما الدوري الفرنسي فبلغ مجموع إنفاقه 476 مليون جنيه تقريبا. والأمر اللافت أن أغلى 10 صفقات في سوق الانتقالات كان نصيب أندية الدوري الإنجليزي 8 صفقات منها، بالإضافة إلى صفقتين فقط من خارج الدوري، وهما انتقال أوسيمين إلى نادي جالاتا سراي ولويس دياز إلى نادي بايرن ميونخ. أما الصفقات الثلاث الأعلى قيمة فقد كانت من نصيب ثلاثي ليفربول إيزاك فيرتز وإكتيكي، وهؤلاء يجلبون آمالا كبيرة للفريق. المفاجأة الأكبر هي أن 9 من أكثر 10 أندية صرفت خلال هذا الموسم تنتمي إلى الدوري الإنجليزي، إضافة إلى نادي ليفركوزن الألماني. وكان المركز العاشر من نصيب نادي سندرلاند الذي عاد حديثا إلى الدوري الممتاز. هذا الإنفاق يظهر أن سوق الانتقالات في البريمير ليج قد أصبح فعلا سوقا مجنونا، حيث أصبحت كل دوريات العالم في كفة والدوري الإنجليزي وحده في كفة أخرى بمستوى إنفاق لا يضاهى. هل تعتقد أن هذا الإنفاق الهائل سيعزز مستوى المنافسة ويغير شكل الدوري في الموسم القادم، أم أن هناك عوامل أخرى ستكون لها الكلمة في تحقيق النجاحات؟ وفي النهاية، المال في شراء اللاعبين ليس مقياسا محتما عن فوز الأندية بالإلقاب. فمثلا نجاح الأندية الضعيفة بين هؤلاء العمالقة يعتمد على عدة عوامل مهمة. أولا، التخطيط الجيد وإدارة النادي باحترافية يخلق بيئة مستقرة تساعد اللاعبين على التركيز. ثانيا، العمل الجماعي وروح الفريق العالية تجعل اللاعبين يتعاونون بشكل أفضل رغم ضعف الإمكانيات. ثالثا، التركيز على تطوير الشباب واكتشاف المواهب الجديدة يعزز القدرة التنافسية على المدى الطويل. وأخيرا، الانضباط والالتزام بالتكتيك والخطة التي يضعها المدرب سبب مهم جدا للنجاح. بعد كل هذه الأرقام الضخمة والإنفاق المهول في سوق الانتقالات، هل سيستطيع الدوري الإنجليزي الحفاظ على هيمنته؟ هل الصرف الكبير فعلا يضمن نجاح الفرق وتحقيق البطولات؟ أم أن هناك عوامل أخرى كالمدرب والانسجام والروح الجماعية ستفعل الفرق؟ وهل سنشهد مفاجآت من دوريات أخرى تحاول تقليص الفجوة؟ الأمر كله بيد الوقت، لكن المؤكد أن موسم الانتقالات هذا فتح الباب لتحديات جديدة مثيرة، وانتقالات ستقلب موازين اللعبة.